مش هتخضع لروما ومش هتمشي على نفس النهج أجدادها البطالمة. عايزة مصر تبقى عندها اكتفاء ذاتي من كل المجالات وتبقى دولة عظمى. حبها للشعب ده هيخليها تعمل أي حاجة وكل حاجة عشان تديله حريته. أهلا بيكم. ينفع الفيديو اللي فات أتكلم عن الهيبة ووجهها تحديدا للبنات، والفيديو ده ما أتكلمش عن ملكة الهيبة كلها، عزيزة مصر كليوباترا السبعة؟ عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، لو أول مرة تسمع عن كليوباترا، لو أول مرة تسمع عن كليوباترا، يعني أتمنى إن انتي تاخدي كده لفة على جوجل وتقرأ كده حاجات بسيطة عنها عشان تعرف يعني اتولدت سنة كام، وصول لها ايه. ليه؟ لاني انا مش هتطرق للمعلومات دي خالص في الفيديو ده. الهدف من الفيديو ده ان انا اتكلم عن الست دي من ناحية مختلفة، حقيقتها. الست دي ازاي احنا محتاجين حد زيها في الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. اسم كليوباترا لما يذكر لازم يرتبط معاه استقلال مصر. كليوباترا كان شغلها الشاغل ازاي تحقق الاستقلال لمصر. حتى هيقولي هي مصر اصلا كانت محتلة في وقت كليوباترا؟ مصر كانت محتلة باحتلال شبه اللي بيحصل دلوقتي. الرومان كانوا بياخدوا حصة محترمة من ممتلكات مصر، من الغذاء في مصر، من الصناعة في مصر. مقابل ايه؟ ولا حاجة، مقابل ان هم ما يحتلهمش عسكريا. بس كده؟ بس كده. تخيل معايا ان عدى وقت كان الملوك حكام البطالمة عشان يحافظوا على الشعب وما يدخلوهوش في حرب قصاد الوحش الروماني، كانوا بيلجأوا للموضوع ده. احنا هنديكوا حاجات مقابل ان انتوا ما تهجموش علينا وما تحتلوناش عسكريا وتسيبونا عايشين. حرفيا نظام الإتاوة بس على كبير. عارفين الفتوات اللي كنا بنشوفهم في الأفلام القديمة اللي بيبقى واقف على ناصية الحارة وأي حد معدي لازم ياخد منه فلوس ويا كده يا إما يضربه؟ هم الرومان كانوا كده بالظبط، وما أشبه اليوم بالأمس. عشان كده كليوباترا جت وهي بنت 18 سنة. كليوباترا مسكت الحكم وهي عندها 18 سنة، كانش عاجبها الوضع ده. والحقيقة أنا من نظرتي للست دي من كذا مصدر، مش بس الروايات الرومانية، نظرتي لشخصيتها، نظرتي لنفسيتها، لأفعالها اللي بالنسبة لناس كتير كانت غير مفهومة وبيربطوها بالسحر وبالشعوذة. بقول هي ازاي جت لها الجرأة برغم حبها الكبير لباباها لوالدها، إلا إنها ما كانتش متفقة معاه في كتير من الحاجات اللي كان بيمارسها في الحكم. يعني هي شخصية عزيزة النفس جدا، ما بتقبلش بالرضوخ، فكانت عارفة مين الناس اللي موجودين واللي المفروض ان هو يبعدهم عنهم، الناس اللي هم من داخل القصر الملكي، اللي هم بعد كده هيبقوا أوصية على أخوها الصغير بعد وفاة والدهم. أعتقد ان كليوباترا كانت عارفة كويس قوي ان الناس دي المفروض تمشي، بس لأن والدها كانش عنده الحكمة والبعد النظر الكافي اللي يخليه يعني يمشي وينفذ الخطوات بتاعتها، فخلاص كان بالنسبة له ده مجرد رأي. وهو ده اللي كان بيخلي ان الحاشية دي ما يتخلصوش من والدها. هو مات عادي جدا، موت عادية جدا بالمرض، ما اتقتلش. ليه؟ لان هو كان سايبهم موجودين. ليه بقول ان كليوباترا كانت بتدور على استقلال مصر؟ مش الاستقلال بقى بالشكل المتعارف عليه، كانت عايزة مصر تستقل غذائيا، تستقل صناعيا،
تستقل ثقافيا، تستقل عسكريا. عايزة مصر تبقى عندها اكتفاء ذاتي من كل المجالات وتبقى دولة عظمى. يعني هي كانت شايفة انه احنا بنقول والله ان احنا بنتفق مع الرومان وبنعمل ما بيننا وبينهم اتفاقيات سلام زي الكلام اللي بيحصل دلوقتي عشان مصالح البلاد ومش عارفة ايه. بس هي كانت بصة للموضوع بنظرة تانية خالص. ازاي يا جماعة انتوا بتقولوا ان انتوا هتتفقوا مع الرومان وهم لو يملكوا دراعكم؟ ده ما اسموش اتفاق، ده اسمه خضوع. ما نقعدش بقى نلعب بالكلمات. فكليوباترا خدت قرار ان هي والله مش هتخضع لروما ومش هتمشي على نفس النهج اجدادها البطالمة، وان هي حبها للشعب ده هيخليها تعمل اي حاجة وكل حاجة عشان تديله حريته. بقى مش حريته بقى العسكرية، هو اصلا مش محتل عسكريا، لا، حريته الثقافية، حريته الفكرية، حريته في توفير الاكل لنفسه، مش ان هو يقعد يدي اتاوة اكتر من يعني يدي اكل للرومان ويدي صناعة للرومان ويدي منتجات للرومان اكتر من اللي الشعب نفسه بياخدها. كانتش قابلة بده. فطبعا لما تيجي تقرا في قصة كليوباترا او حتى لو درستها في المدرسة هتلاقي بقى بيقولك اللي هو دخلت على يوليوس قيصر في سجادة ملفوفة مش عارفة ايه، وانا يعني اكاد اجزم ان القصة دي ما حصلتش. ليه بقول القصة دي ما حصلتش؟ لان الروايات اللي وصلنا دي جاية منين؟ من الرومان يا جماعة. الرواية دي كلها مكتوبة من الرومان. هل تعتقد ان الرومان هيطلعوا نفسهم ضعاف؟ لا، هم عايزين يطلعوا نفسهم فوق البشر، فوق كليوباترا. ولما ما عرفوش ينكروا فكرة ان كليوباترا فعلا تحالفت مع قيصر وانطونيوس ماركوس انطونيوس، فخلوها بدل ما يقولوا بقى ان هي بقى عشان ذكية وان هي عرفت تخليهم يتفقوا معاها، لا، دي ساحرة، دي مشعوذة. تعالوا نبص كده ل3 شخصيات مهمة عدوا في حياة الست دي. طبعا هي بس اللي كانت بترسم احداث القصة لكن هم شاركوا فيها. يوليوس قيصر، ماركوس انطونيوس، واوكتافيوس. لو بتوه في الشخصيات، لو مش عارف القصة المتعارف عليها، ارجع اعمل سيرش الاول، دور على القصة المتعارف عليها وارجع كمل الفيديو عشان تعرف القصة بقى من نظرة تانية خالص. يوليوس قيصر كان كبير في السن، وكان اوكتافيوس ابن قيصر بالتبني. معنى كده ان فرق السن ما بين قيصر واوكتافيوس كان كبير جدا، يعني ابنه بالتبني، يعني في فرق كبير، على الاقل جيلين، في جيلين فرق عقدين من الزمن فرق بينهم. وده يدلنا على حاجة، يدلنا ان قيصر ما شافش بس كليوباترا كحاكمة لمصر، شاف قبلها ملوك تانيين. بالتالي اللي بيحصل ده بالنسبة له كان جديد. هو مش متعود من الملوك بطالمة ان هم بيعملوا كده، مش متعود على النظرة الجديدة دي للأمور والصيغة الجديدة دي وعزة النفس الجديدة اللي واقفة بيها كليوباترا قصاده، مش متعود عليها. اما اوكتافيوس فهو كان صغير في السن، بما معناه ان هو ما عاصرش حاكم لمصر غير كليوباترا. وده يفهمنا انه قد ايه البني ادم ده ما كانش يعني مستوعب انه ازاي انا مش عارف اسيطر على البلد دي، ازاي مش عارف اسيطر على الست دي. واكبر دليل على كده ان هو بعد وفاة كليوباترا، وانا مصممة اقول وفاة كليوباترا مش انتحارها، انها ما انتحرتش، ان هو صك عملة رومانية وكتب عليها عبارة غريبة جدا تدلك على نفسية البني ادم ده. كتب: سقطت مصر. عارف يعني ايه؟ يعني بني ادم مش قادر يصدق نفسه. يعني مش اللي هو مثلا خلاص حاجة هتتكتب في التاريخ لما دولة بتنتصر على دولة تانية، خلاص معروف في كتب التاريخ ده فلان انتصر على فلان. بس ان انت تخلي عملة بلدك مكتوب عليها اسم مصر ده معناه ان انت مش مصدق نفسك ان انت عرفت تعمل كده. معناه ان الراجل ده، او ده يدلنا ان الراجل ده شاف ايه من كليوباترا خلاه عمال يلف حوالين نفسه متغاظ، اللي هو اخيرا يا فرج الله انا اسقطت مصر، سقطت مصر، مش مصدق نفسه. فده برضو يوريك الست دي ازاي كانت قوية جدا لدرجة مرعبة. طيب
خلينا نشوف ايه طبيعة شخصية يوليوس قيصر وطبيعة شخصية ماركوس أنطونيوس، الاتنين اللي اتحالفوا معاها. يعني الناس دي مش بس كانت شاركت في الحكم، لا الناس دي كانوا قائدين الجيش. انت عارف الشخص اللي بيبقى في الجيش بيبقى دماغه عاملة ازاي كده، رايح كده. فازاي الست دي عرفت تجيبهم كده ازاي؟ تعالى كده نبص لكليوباترا. هل هي كانت زي ما احنا عارفين بس بتتكلم من 7 ل9 لغات؟ بغض النظر ان الرقم ده غريب. يعني انت دلوقتي لما حد يعني معلش، يعني انا اسفه عزيزي المشاهد، ممكن اجي لك على الجرح. انت ممكن الانجليزي لحد دلوقتي مش عارف تتقنه، لو جيت على لغه كمان، لو معاك لغه كمان بتبقى فرحان قوي، بتقول انا معايا لغتين. لو مكسر الدنيا بتقول انا معايا 5 لغات 4 لغات، وتبقى مش مصدق نفسك وبتتفاخر. ازاي الست دي كانت من 7 ل9 لغات؟ يعني في اقاويل بتقول 7 لغات، في اقاويل بتقول 9 لغات كانت معاها. ازاي كده؟ هل هي بس الموضوع توقف عند كده؟ لا، الست دي كانت متشبعة بالثقافة المصرية والعقيدة المصرية. يعني مش بس انها كانت بتحب المصريين وكانت بتحب ارض مصر وكانت كل حياتها رايحة لاستقلال مصر، لا دي كانت متشبعة بالثقافة المصرية بالعقيدة المصرية، لدرجة انه معروف عنها انها كانت لما بتزعل او بتتعب كانت بتروح لمعبد ايزيس، بتروح تصلي، بتروح تقعد في معبد ايزيس. هي كانت بتتبع نفس العقيدة المصرية اللي موجودة. اذا هي كانت بتعتبر نفسها مصرية برغم من اصولها البطلمية. طريقة اللبس بتاعتها، هي كانت بتشبه نفسها بايزيس، تقول انا ايزيس الجديدة. وبالتالي هي كل الحاجات وكل اللبس بتاعها زي ملكات مصر. كليوباترا كانت قائد عسكري وقائد جيوش استراتيجي. يعني الست دي كان عندها دهاء. يعني الست دي كانت بتخطط للحروب، مش بس بتنزل تحارب بنفسها وبتدرب الجيش، لا دي كانت بتحط الخطة بتاعت الحرب. فهل انت متخيل ان ناس زي يوليوس قيصر، ماركوس أنطونيوس، اللي عمرهم ما شافوا ست اصلا بتفكر؟ يعني انت لو بصيت لتاريخ الرومانيين في الفترة دي تلاحظ ان هم الستات بالنسبة لهم وقتها كانوا اللي هو انت وظيفتك بتتجوزي وبتخلفي وبتاخدي على دماغك، بتتجوزي وبتخلفي وبتاخدي على دماغك. اما مصر فكان في الوقت ده شيء عادي جدا ان ملكة تحكم، ده كان شيء متعارف عليه. في لاحظ الفجوة الفكرية ولاحظ الفجوة الثقافية. الناس دي اللي هو مثلا خلينا نمسك يوليوس قيصر، الشخص ده تفاجأ ان هو انا مش عارفة دي الست دي على دماغها. عشان كده انا لا ارجح ابدا ابدا قصة ان هي دخلت عليه بسجادة. والدليل على كده ان في رواية برضو منتشرة ومتعارف عليها ان كليوباترا جت مصر بجيش من البدو بعد ما خرجت. يعني هي الست دي رفضت انها تقف وتصارع اخوها بطليموس. ليه؟ لانها فهمت ان الاوصياء بتوعه هو ده اللي هم عايزينه، هم عايزينهم يحاربوا بعض وتحصل حرب اهليه ما بين الناس المؤيده لكليوباترا وبين الناس المؤيده لبطليموس. وفي الغالب كان اكتر الناس اصلا هتبقى مؤيده كليوباترا، لان كليوباترا من نظرتي الشخصيه ليها انها ما كانتش منعزله عن المصريين. الست دي كانت بتنزل وهي بنوته كده صغيره، كانت بتنزل بين المصريين. عشان كده كانت في علاقه حب ربطاهم ببعض، الناس كانوا عارفينها. الهدف كان ان يحصل حرب اهليه ما بين المصريين في البلد تتفكك، فيقدر الكهنه دول ان هم يمسكوا الحكم ويسيطروا على البلد ويعملوا اللي هم عاوزينه. وبطليموس كان طفل وقتها، وبالتالي هيعرفوا يوجهوه زي ما هم عايزين. فهي كليوباترا عملت الحاجه اللي ما كانش الكهنه عاملين حسابها. عارفين ان شخصيتها قويه، عارفين انها ما بتهربش، عارفين انها بتواجه. فقالوا اكيد احنا هنوقعها في الفخ وهتواجه اخوها وهتعمل حرب. ولكن في الحقيقه كليوباترا خدت قرار هم ما كانوش متخيلين، قررت تخرج من البلد لوحدها مع طبعا الناس المخلصه ليها اللي هم من اللي حواليها، الحكماء اللي حواليها، مستشارين بتوعها. خرجت، ما عملتش حرب، مشيت. طبعا ده ادى الفرصه للكهنه ان هم مع بطليموس يقعدوا يوجهوا في الناس ويستغلوهم وياخدوا فلوسهم وينهبوا اموالهم. في الوقت ده كليوباترا كانت بتكون جيش من البدو، يقال ان هي راحت ارض سوريا وعملت جيش من هناك.
جيش من الشباب اللي هم يعني مش من أرض من المدن نفسها، اللي هم ساكنين على الأطراف، اللي هم بيسموهم البدو. عملت جيش. عارف يعني ايه واحدة تيجي من بلد تاني تروح مكان ما تعرفش فيه حد وتكون منه جيش؟ ازاي خلت الناس دي تثق فيها؟ وازاي الرجالة دول ادوها السماح ان هي تبقى القائدة بتاعتهم وتدربهم؟ عملت كده ازاي؟